باتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف مطالبة بضرورة التدخل لمعاقبة الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا الذي خرج بتصريحات خطيرة وجه فيها اتهامات غير مسؤولة للمنتخب المغربي هو الجهاز الوصي على كرة القدم في القارة الإفريقية. واتهم عمروش المغرب بالتحكم في شؤون الكاف معتبرا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مجرد هيئة صورية يتحكم فيها الاتحاد المغربي لكرة القدم. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب خسارة منتخب تنزانيا أمام المنتخب المغربي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024. واعتبرت الكاف أن تصريحات عمروش أساءت كثيرا لكرة القدم في القارة الإفريقية ووضعتها أمام امتحان حقيقي من أجل التدخل واتخاذ إجراءات صارمة في حقه. وأشارت الكاف إلى أن عمروش قد يكون يسعى لإرضاء النظام الجزائري بحثا عن وظيفة جديدة في بلده بعدما بات مستقبله مع تنزانيا على كف عفريت. وتأتي تصريحات الجزائري عمروش قبل ساعات على مباراة المنتخبين المغربي والتنزاني في الكان، علما أن المدرب المذكور سبق له أن خرج بتصريحات إيجابية تجاه المنتخب المغربي قبل أن يغير موقفه بشكل مفاجئ. لماذا غير المدرب الجزائري رأيه في المنتخب؟ ولماذا كل هذه التصريحات الخطيرة والغير إيجابية؟ هل هي لجس نبض المنتخب المغربي أم تصريحات أعطيت له لكي يقولها؟ اتركوا لنا في التعاليق رأيكم، والسلام عليكم.